احلى مسا عليك يا صاحبي يا برنس ليل. حلقه النهارده من الحلقات المهمه جدا. حلقه النهارده تسريب لقصه فيلم فلاش. الفيلم قادم لنا يا جماعه في السينمات يوم 16 باذن الله. وعشان اكون صريح معاكم ده مش تسريب واحد، دول 6 تسريبات فجمعتهم كلهم في تايم لاين واحد، واي تفرع هقول لكم عليه خلال الفيديو. وعشان ما اطولش عليه الفيديو يلا خلينا نبدا. أحداث فيلمنا بتبتدي مع باتمان بين أفليك. هو قاعد في الكهف كده ومفخد، بيجيله ألفريد ويقول له الحق في مصيبة قوية جدا. بيلاقي تهديد قوي جدا لمدينة جوثام، الأشرار عاوزين يدمروها بالكامل ويغرقوها في المية. فهنا عمك باتمان بيرفع التليفون ويتصل بأعضاء الجاستس ليج. في التسريب الأولاني يا رجالة أعضاء الجاستس ليج كلهم بيجوا وبيقولوا له في إيه اللي حصل. بيقول لهم في تهديد قوي جدا بتدمير مدينة جوثام بالكامل ويغرقها في المية. الأشرار حاطين متفجرات في جميع أماكن في مدينة جثم وعاوزين يموتوا الجميع. فهنا كلهم بينطلقوا عشان يوقفوا اللي يحصل ده في التسريب الاول. التسريب التاني اللي احنا ممكن نمشي عليه، عمنا باتمان بيرفع التليفون يتصل باعضاء الجاستس ليج، كله بيقول له يا عم احنا عندنا مشاكل، احنا فينا اللي يكفينا. شوف فلاش قاعد ومفخد وخده معاه. عمنا الفريد بيتصل بيه ويقول له ايه تعالى يا فلاش، في مشكله جامده جدا وانت الوحيد اللي فاضي، تعالى لنا بسرعه. عمنا فلاش بيلبس الطقم الحلو بتاعه، كان بيضرب سندوتشات من عند ابو طارق، فيقول له بعد اذنك انا رايح مشوار وهشوف ايه اللي هيحصل. هوب عمنا فلاش بيجري بسرعه ويروح عند باتمان، بيقول له فيها يا معلم، بيقول له في مشكله جامده جدا عاوزك تساعدني فيها. فيقول له خلاص يا معلم انا معاك في اي حاجه، قول لي بس هنعمل ايه وانا وراك يا معلم. بيقول له شايف التهديد عامل ازاي، الناس عايزين يفجروا مدينه جوثام بالكامل، انا هروح عند مركز التفجيرات والقنابل ديت وهعطله، وبكده يبقى القنابل كلها مش هتفرقع، وكده يبقى انقذنا المدينه. ففلاش بيقول له ماشي يا معلنا وانا دور ايه؟ قال له انقذ اكبر قدر بص اكبر قدر ممكن من الناس. هوب عمنا باتمان بياخد الطاقم بتاعه وبيجري بسرعه، وهنا بيطلع له شويه اشرار يبداوا يتواجهوا معاه، ونشوف مشاهد اكشن قتاليه جامده جدا. وباتمان ما كدبش علينا، قصدي بين افلك ما كدبش علينا. عمنا فلاش في نفس الوقت بيجري بسرعه ويطلع اكبر قدر ممكن من الناس بره مدينه جوثام. ولكن بقى عمنا باتمان نتيجه التعطيل اللي حصل له بيجري على مركز القنابل، وهنا بتحصل المفاجاه. بيحصل خلاص ما فيش غير 5 دقايق وباتمان ما بيلحقش يوقف القنبله. بيقول بيتصل بفلاش وبيقول له انقذ نفسك واخلع يا ابن المحظوظه، القنابل هتفرقع وجود باي بين افلك. هنا القنابل كلها بتنفجر، ومشهد اكشن جامد جدا لفلاش بيجري يحاول ينقذ بين افلك، ولكن الدمار بيسود العالم كله ومدينه جوثام بتتدمر بالكامل وبيموت الملايين. عمنا فلاش بيروح عشان يشوف باتمان، ولكن خلاص جيم اوفر بالقفل. هنا عمنا فلاش بيقول مفيش غير طريقه واحده وعاوز اجربها. بيجري بسرعه جدا وبيخش جوه السبيد فورس، وبيكتشف ان عنده قدره السفر عبر الزمن. بيرجع قبل الاحداث وبيفاجئ يلاقي نفسه لسه قاعد في فبالقفل بيقول له انت مركز معانا ولا ايه يا معلنا؟ انا عايزك تنقذ وطلع اكبر قدر ممكن من الناس. هنا عمنا فلاش بيكتشف خلاص ان هو رجع بالزمن ولسه عمنا بالقفل ما ماتش، فبيقول له خليك انت انا معلم وانا هظبط الامان. وعمنا فلاش بيجري بسرعه وبيوقف كل القنابل في لحظه واحده، وبكده يبقى انقذ مدينه جوثام وانقذ عمنا بين افلك. بيرجع تاني لعمنا بين افلك بيقول له لا انت ما استنتنيش ليه يا معلم؟ انا كنت حاطط خطه ولا بتاعت حسن شحاته. فبقول له يا معلم انت مت خلاص. فبقول له يا نهار اسود مت ازاي يا ابني؟ ايه لسه قاعد قدامك اهو. فبقول له انا رجعت بالزمن وقدرت اوقف كل حاجه، وانا جيت لك قبل لحظه القنابل ما تنفجر وقبل كل حاجه، والدنيا بص يا معلم 100 100 انقذتك وانقذت مدينه جوثام. فبقول له متشكر جدا يا معلم، والله ما عارف من غيرك كنت عملت ايه. فلاش هنا بيقول له بعد اذنك يا معلم انا هروح اشد شويه كده عشان بكره جلسه الحكم بتاعت ابويا. فهنا عمنا بن افلك بيقول له ربنا معاك يا معلم. يصبح اليوم الثاني ويروح المحاكمه. هنا القاضي بيرزع ابوه حكم بالاعدام، فبيقول له لا ابويا ما عملش حاجه، ابويا ما قتلش امي. بيسجنهم ابو باري الين، وبيجي له تاني يوم بيخش جوه السجن بسرعه السبيد فورس اللي هو عارفها، ممكن يخترق الجدران ويخترق اي حاجه. بيروح عند ابوه في السجن وبيقول له يابا انا عندي قدره ان اهربك من السجن، انا فلاش بطل اللي العالم كله عارف، اللي بينقذ الملايين ما يقدرش ينقذ ابوه يا جدعان. هنا ابوه بيبص له بيقول له انا كنت حاسس من الاول ان انت يا ابني بطل، انت حبيب قلبي يا معلنه،
كفايه يا ابني انت بتنقذ الناس. بقول انا اقدر اهربك في اي حته، اطلعك بره العالم ده كله في لحظه واحده ومحدش هيكتشف ان انا طلعتك بره السجن. فبقول له يا ابني خلاص يا ابني، وبتحصل لحظه دراما وعياط والدنيا بص بايظه يا معلم. فابوه بيقول له خلاص انا قبلت قدري واقبل قدرك يا ابني. عمنا باري الين بيروح بيعيط ويقول لا طب انا اروح عند عمنا بروسلي يواسيني شويه. فبيروح عند بروس وين وبيحكي له على اللي حصل. فبروس وين بيقول له لا ده ابوك ده جامد، ابوك ده بص مثال للجدعان. بيقول له جدعانه ايه يا معلم؟ ده ابويا اتحكم عليه بالاعدام وامي ماتت وابويا ماتت وهعيش مشرد وهبقى وحيد. لا يابا انا مش هقبل بكده. انا في فكره من ساعه ما جيت من المحكمه لغايه لما جيت عندك وهي بص داخل دماغي. بقول له قول يا حبيبي. بقول له نرجع بالزمن وانقذ امي من الموت كده، لما ارجع تاني للحاضر امي مش هتموت وابويا هيبقى معايا وهنفضل عيله سعيده جدا. فبقول له اللي انت عملته ده هيعمل مصايب وهيدمر العالم كله ويدمر الكل اللي احنا عارفينه. بقول له بص يا عمنا بروس وين انا انقذتك مره وانقذت جوزها، فبص ما تتكلمش معايا، انت كنت ميت يا معلم، مفيش مشكله لما ارجع تاني وانقذ امي. فلاش ركب دماغه وبيقول له بص هعملها، يعني اعملها واحاول، جيت معايا جيت، ما جيتش ما جيتش، يبقى انا عملت اللي عليا. وهوبا بيجري بسرعته وبيخش جوه السبيد فورس وبيوصل للحظه مقتل في سيناريوهين اتنين موجودين معانا، بس الاتنين هيودونا لحاجه واحده. السيناريو الاول معانا فلاش هيوصل بعد لحظه موت امه، وهنا زي ما شفنا في الاعلان اللي هو كان طالع يعيط وبره وكده، فاللحظه ديت امه اتقتلت فابوه قال له اطلع بره يا ابني ما تشوفش المشهد ده. فلاش لما بيوصل للماضي بيوصل بعد لحظه موت امه، فبيقول الله طب ما انا ارجع تاني بالزمن ونشوف نوصل بدري شويه. بيرجع المره دي في لحظه قبل موت امه وبيقدر ينقذ امه في الوقت المحدد، وبيضرب الراجل الشرير اللي كان عاوز يقتلها. وزي ما احنا عارفين في الكوميكس اللي قتل امه هو ريفيرس فلاش. بس يا رجاله محدش يرفع سقف توقعاته لان ريفيرس فلاش مش هيظهر في الفيلم. هنا ريفيرس فلاش بيجري بسرعه ويفلق ويسيبه وبيروح بقى للحاضر. وهنا المفاجاه الجامده جدا، وهو بيجري جوه السبيد فورس بيلاقي نفسه اتطرد بره السبيد فورس وبيوصل لكون غريب جدا. الكون ده ما فيهوش ابطال خارقين نهائي، وبيروح عند بيت امه وبيشوف هل هو ناجح في الفلاش بوينت ولا لا. بيقدر يوصل لبيت امه، وهنا المفاجأة الجامدة جدا بيلاقي امه عمالة تخرب بطاطس وهتقلي وتعمل لهم مكرونة بالصلصة. فبيبص لها كويس ويحط ايده على كتفها كده، فبتقول له الله يا حبيبي يا ابني انت حلقت شعرك فين؟ انت بقيت موز يا لحل، انت بقيت عاش على عاش. هنا بياخدها في حضنه وبيقول لها ماما حبيبتي يا ست. امه بيقعد جوه العيلة كده وفرحان ومبسوط والدنيا حلوة معاه. وهو بيبص من الشباك بيلاقي واد شبهه بالظبط، واد انفق كده عمال يتنطط في الشارع. فبيجري عليه بسرعة ويمسكه من رقبته وبيقول له انت مين ياض؟ بقول الله انت سرقت وشي، انا باري الين. فبقول انا كمان باري الين، ده انت ليلتك سودا معايا، وانا عملت ايه وهببت ايه في ليله السودا دي؟ وبيتعرفوا على بعض ان هو ده من خط زمني، وكمان مش كده وبس ده في الماضي كمان. وفجاه بيظهر في الاخبار ان في خطر وتهديد قوي جدا على العالم ده. فبقول لي يا نهار اسود ومنيل، ما عادش عنده قوه خارقه وما عدتش عارف اجري، طب نحلها ازاي يا معلم؟ فبقول له انا عارف بطل خارق هنا موجود في المنطقه في مدينه جوسه. بقول له لا مش ده الراجل الخفاش؟ فبقول له اه يا معلم انت عارفه؟ بقول له لا انا اسمع عنه في الاخبار. هم بيركبوا عربيه من اوبر وبيروحوا عند قصر بروس، فبيروحوا ويخشوا جوه الكهف. هنا عمنا باتمان بينزل بالطياره بتاعته، والمفاجاه الضخمه ان ده مش بروس وين بتاع العالم بتاعه، لا ده مايكل كيت بيظهر كده وبيقول له لا انت عارف ده مش هو ده؟ هو بيقول له اي ام باتمان. فالواد بينصعك من الكلمتين وبيبص بالظبط على الارض. فانا بيقول له في عندك تلفزيون يا باشا؟ فبقول له ليه يا معلم؟ بقول له افتح كده شوف الاخبار، في مصايب سودة هتحصل على دماغك. فبيفتح التلفزيون وبيشوف عمنا جنرال زورد وهو ناوي يدمر كوكب الارض بحاله ويحوله لكريبتو، عشان كريبتو مبادر زي ما احنا عارفين ان هو باظ. بقول له يا نهار اسود، ده الوحيد اللي وقف قدامه هو كان سوبرمان في ايام مان اوف ستيل. يا ترى بقى هو موجود عندنا ولا لا؟ فهنا عمنا مايكل كيتيون بيقول له الله انت عارف سوبرمان وعارفني منين ياض؟ انت جيت هنا قبل كده؟ انت حرام ياض. فبيحكي له على اللي حصل وبيقول له ان كان في الكون بتاعه باتمان بس بين قافله. بص اجمد منك يا عم مايكل كيتيون، بس لما رجعت الام ورجعت بالزمن عشان اشوف الحاضر عملت فيه ايه، طلع ان انا بوظته على الاخر. فانا بيقول له كان لازم تستمع لكلام بن قافل. انا لما رجعت الحاضر تسببت في انشاء الكون الجديد ده، هل في ابطال خارقين؟ فبقول له لا ما الكون ده ما فيهوش اي ابطال خارقين. فبقول له يا نهار ابيض، طب وبعدين هنقضي على جنرال زورد ازاي؟ طب فين سوبرمان؟ فبقول له بص
عشان ما اكدبش عليك في روسيا لقوا جسم كده موقع على الارض في مركبه فضائيه وخدوه ولحد دلوقتي هم حابسينه. قال لا ما هو ده سوبرمان يا جدع، ده هنري كيفل، ده اخويا، لازم بقى نروح ننقذه. فبقول له هننقذه ازاي انا لوحدي؟ ما انت بقى ما عادش عندك سرعه فلاش. فقال له خلاص نعمل التجربه بتاعت قوه الخارقه بتاع فلاش، وانت عمنا مايكل كيتون اللي هتعملها لنا. فهوب عمنا مايكل كيتون يطلع فوق وبيظبط الاشاره ويعمل نفس اللي حصل في تحوله لفلاش. فهنا فلاش الصغير فبقول له وانا معلم ماليش مكان عندكم ولا ايه؟ ما انا عايز ابقى فلاش انا كمان. فبقول له ماله حبيبي، بص يا باشا ظبط لنا الاريال كده وظبط لنا الاشاره على 2. هوب بتحصل الحادثه والبرق بيضرب. فالبرق بيضرب مين؟ عمنا فلاش. وفي تسريبين 2 في الحته ديت. الحته اللي انا قلتها ديت في تسريب تاني ان فلاش بتاعنا الصغير هيبقى عايز يحصل على قوه فلاش والبرق هيضربه وهيموت. هنا عمتنا بقى بعد ما ينقذوا سوبر جيرل ويطلعوا بقى في السماء هتضربه بالبرق من فوق وهيبقى هو فلاش الازرق. نرجع تاني للخط الزمني اللي انا كنت ماشي فيه. هوب بقى الاتنين بيحصلوا على قوه فلاش وبيروحوا عشان ينقذهم سوبر مان. فلاش بتاعنا بيروح عشان ينقذ سوبرمان وهو الوحيد بيقدر يوصل للمنظمه جوه السجن بتاع الجيش وبيهرب مين؟ سوبرمان. ولكن بيكتشف ان هو مش راجل، لا ده انثى. ايوه يا جماعه دي سوبر جير. فبعد ما بيحصل مناوشات وبيطلعوها بره بتحصل على قوتها الخارقه فجاه. ما علينا يا رجاله بيحصل مشهد اكشن قوي جدا جدا وملحمه رهيبه بيقدروا ينقذهم سوبر جير. وبيروحوا بقى الكهف بتاع بروس وين عشان يضربوا طبقين الكشري اللي عند ابو طارق. فبيقول لها انت مين يا حاجه؟ انا كان في الزمن بتاعي كان في سوبرمان هنري كافل وكان برقبتك زي ما بنقفلك برقبتك انت يا مايكل كيتون. فبتقول له ان هي من كوكب كريبتون ونزلت الارض قبل ابن عمها وهي ما تعرفش هل سوبرمان نزل ولا لا. شفتوا يا جماعه؟ دي بقى ممكن تشوفها بقى فلاش باك على اللي ممكن يحصل. فانا بتقول له انت انقذتوني ليه؟ فبيقول لها جنرال زورد راجع الارض وعاوز يدمر الكون ده كله ويحط بدنه كريبتون. فبتقول عارفاه ده واد غبي، ده كان ايام مان اوف ستيل كان بهدل سوبرمان. هم الاربعه بيتجمعوا وبيروحوا عشان ينقذوا العالم من جنرال زورد. جنرال زورد ده يا جماعه في اول لقطه بينزل من المركب كده وهو بص فخامه وقيامه وشياكه بيعيد احداث سوبرمان مان اوف ستيل. بينزل وبيتحدى الجميع وبنشوف مشاهد اكشن رهيبه وخلاص الاحداث كانت ماشيه حلو وزبادي في الخلاط وكان فريقنا كاسب. لكن في لحظه الطاوله بتقلب على الجميع. جنرال زورد بيهرسهم كلهم واحد واحد وبيموت باتمان مايكل كيتون وكمان سوبر جيرل مش بتقدر تقف قدامه وبرضك هي كمان بتموت. هنا عمنا بقى باري الين الصغير بيقول لا طب ما انت عملت فلاش بوينت هعمل انا كمان فلاش بوينت ونرجع بالزمن وانقذ الجميع. هنا فلاش بتاعنا القديم بيقول له لا يا عم الحاج ما تعملش كده سيبني الموضوع ده. فبقول له لا انا هنقذ العالم زي ما انت انقذت العالم. وهو بيجري جوه السبيد فورس وبيرجع بالزمن ولكن في كل مره بيرجع بالزمن بيموتوا موتات اسوأ من دي كلهم. كل مره باتمان وسوبر جيرل بيتقتلوا بطريقه مختلفه. ايوه زي مشهد بتاع دكتور سترينج ودورمامو كده يا رجاله بيموتوا اكتر من مره قدام عينه وده بيسبب له انهيار عصبي. فهو بيقول لفلاش القديم بيقول له انت عملت ايه؟ انا مش قادر انقذ العالم، انا خلاص انا مش عارف اعمل ايه. وفي لحظه الغضب ده بيتملكوا قوه السبيد فورس السلبيين وبيحصل مشهد اكشن جامد جدا بين فلاش بتاعنا وفلاش الشاب ان هو عايز يرجع بالزمن كمان مره عشان ينقذ اللي بيحصل في الكون بتاعه وفلاش بتاعنا بيحاول يوقفه. وهنا بيحصل احداث وهنا فلاش بتاعنا الجديد بيتحول لبلاك فلاش وهنا بيبداوا يتقاتلوا قصاد بعض ويجروا ورا بعض. ونشوف هنا يا جماعه مشهد قوي جدا بكل الابطال اللي احنا شفناهم في عالم دي سي كاميوهات سريعه كده جوه السبيد فورس. بيقدر في سيناريو ان هو بيروح عند فلاش المسلسل وبيطلب مساعدته وفلاش المسلسل بيقف معاه وبنشوف مشهد اكشن قوي جدا بين فلاش الفيلم وفلاش المسلسل وبلاك فلاش تلاته بقى قصاد بعض ومشهد قوي جدا. هنا فلاش المسلسل بيقول له ران باري ران وانا هنقذ العالم وهوقف لك بلاك فلاش. وعمنا فلاش بياخد ديله في اسنانه ويطلع يجري. في السيناريو التاني يا جماعه واعتقد ان ده اللي ممكن يحصل دارك فلاش بيرجع ورا فلاش بتاعنا
عشان يوقفوا انه يعمل فلاش بوين وينهي على الكون بتاعه، فبيجري وراه وبنشوف السبيد فورس. وفجأة بقى يا جماعة أحداث أزمة في الأرض المتعدد بتبدأ تحصل في الوقت ده. فجأة فلاش بيلاقي نفسه في منطقة اللا مكان واللا زمان، يعني دلوقتي الكون المتعدد كله بيتمحي وكل حاجة بتتمحي قدام فلاش، وبيفضل موجود في المنطقة ديت لحد بقى ما أوليفر كوين وأحداث أزمة في الأرض المتعدد بتحصل، وأوليفر كوين بيضحي بنفسه ويقتل الأنتي موتور، ويبدأ الكون المتعدد يرجع تاني من أول وجديد. فجأة بقى فلاش بيبقى محبوس في المنطقة ديت وبيحاول يهرب بأي طريقة ممكنة، وبالفعل في الآخر بيقدر يهرب وبيجري طبعا جوه السبيد فورس، وبيلاقي نفسه في كون تاني مع باتمان تاني. وباتمان المرة دي يا جماعة هو جورج كلوني. وينتهي الفيلم على هنا. في سيناريو تاني يا جماعة ان فلاش بتنيه محبوس جوه المنطقة ديت اللا مكان واللا زمان، الفيلم بيتقفل على كده. وفي نهاية تالتة ان فلاش وهو في الكون الجديد بيطلع له ريفرس فلاش وبيقول له انا اللي زقتك في اول الفيلم خالص، وانا اللي قتلت امك، وانا السبب في جميع الاحداث اللي حصلت لك. والفيلم بيتقفل على كده. فيا ترى احداث الفيلم هتبقى زي السيناريوهات اللي انا قلت لك عليها، ولا ممكن يجودوا من عندهم وتبدا كل حاجه تتغير؟ فانت رايك ايه؟ وانا رايك يهمنا، وتقييمك للفيلم ونسبه تحمسك ليه. بس ليا طلب صغير جدا انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس والاعجاب بالفيديو، واشوفكم بقى في الفيديو اللي جاي، وسلام يا غاليين.